اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه باب صلاة الكسوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله يا باب صلاة الكسوف. ازي درس زي كان اجي احنا عندكم لنا انت اطبقوا برهالنا وبزحات نقرس لزلوه كنت كملوك سنة خير. يبلك الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف، يعني أبزي باب ذكر الكاية أحاديثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزعبان كسوف زرقي كسوف دماني تحيك تحمل كلا ويورحي كسوف بهال كسوف بهال محمد دماني تبرهنا تاخذ تفصل كله كسوف بهال في الشريعة كمان نقبل أبز حديث من أطويها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي الرواية البخاري حتى تنجلي. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وإياه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية البخاري حتى ينجلي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لكن أبي ذكران الإمام ابن حجر يبل انكسفت الشمس يعني صحيح حميمة بزمن سيدنا محمد شو معناته معاشر الرماني بعلت عسران شعتن ورحي شوال بعلت عسرت للهجرة في السنة العاشرة من الهجرة في شهر شوال سنة يوم 29 ساعة شمنتن فرقان ناينوه صحيح حميمة سمعكم شعور سبن تايلون صحيح محمامة سيدنا إبراهيم ودي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سلزموتين يوم النبي عليه الصلاة والسلام لما يلوم أفلتهم الزي امنت حماق امنت بزمن جاهلية زنبرة ان صحاي تتحمم كلا ويورحي حدا عظيم سب ميتيو بخمية حي ما دلا وي عظيم سب كولديو بخمية حي ما دلا بزبل امنت نزي امنت زي نتي قومو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني مفلتان ربيئا رب سبحانه وتعالى خمزولو حدا قويتا مزاتي قبؤو كم مخانو آيتان من آيات الله أبكال حديث لهم يخوف الله بهما عباده مفرارحي نباروتو يحممن إذا برحزي لكن يا جماعة الخير دحر دعني أتوم باروتو أم من قدنا يا رب العالمين اليوم نمتى ربي فرارحهم فرحي بفوتسم أي متسئني إلا أنت لا كم من قد ربي أنت لا فنتتي لموتهم حتى ولا لا لك أن تقول بزمن سيدنا محمد كذا بتاتني ريدي ساعات شمتين لأنه هو صحيح حيمات بلا الله وين أما زبتاتني بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخوف الله عنه. نعم بزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكبر ذنب برنيل كفر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزهابين يردماني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام السنة العاشرة هذا 11 في شهر ربيع الأول يوم ميتم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكفار يهود كساحد دي كفار اللوب أي آمنون يا جماعة أمنون دولهم سيدنا محمد أبيهم مؤمن وخستان أبيهم مؤمن
معظم قبائل عرب درجة شعوب أمينين لأن في السنة التاسعة بزوح تأشموا متنيرو زي الوفود عام الوفود في السنة التاسعة ينيرو والعام العاشر درجات قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام حج نقول بدح الحج موتهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عبي معصيان حتى أمونغو أسلام وين برضو معصيات تركب لهم بشر يوم صحابة بشر ما هم بشر. إذن رب سبحانه وتعالى يفرارق نبارته معصيات بزحهم كلهم يفرارق نبارته. لذلك إذا مش رأي سيدنا محمد في بعض الروايات لك فرؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فزعا يجر ثوبه سنبينا موتيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 50 يوم قال يرم عليه الصلاة والسلام نحزة في الرحلة قلت اليوم قلت مؤير بالبراء مثل صلى الله عليه وسلم من كتر إيماناتهم ومن كتر فرحنا ربي سبحانه وتعالى سلزمهم. لكن احنا كسوف كريك لنا نصوت نعلن صلى الله العافية والسلام المفترض نفرح سبعنا لكن رأي ولذلك رأي بعد صحابة أبينا درجة بتيحهم كم يرد فتيل لهم رديل لهم ونحن لما نسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا المسلمين أمتى درجة لنا سيدنا محمد بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليش؟ لأننا نخذ الناس الذي رحقنا وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. ولزيادة حمامنا ذا لحد الدنيا حن سويت الله خلقتك ربك بكاتب مني حالة ذات اللي كخلتك ذات دلي حن شركات أكلت شركات الدنيا حب الدنيا موت ما تذكركها لا الكات هذه قمة بزياء جهاد الله في سبيل الله تلمها نجاهد في بيوتنا ونجاهد في أبنائنا تبي الله المستعان الله المستعان. إذن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عبادهم لحرائن تعلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سلزموت وانزي النبي عليه الصلاة والسلام أفلتهم أنه بسركمان إبراهيم ود سيدنا محمد أديهم ماريا قبطية كم عدد قبطية ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقوقس ملك مصر سيدنا ابن هدية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باريائن لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمع يوما ولدا لما ولدا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ابن سيدنا محمد يبلو بزعبهم ابن سيدنا محمد لو عاش لكان صديقا نبيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن مويتو رب قدر له مويتو وإلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له مرضعا في الجنة عسسهم التورحي تنابرهم سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 18 شهر يعني ورحن ورحن عمة يجلس ورحن تنابرهم سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقال اللي بعده وللبخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى ينكشف بابكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي الرواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة. اقرأ أيضا حديث